حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع بعض هنعمل كيكة مميزة جدا وطعمها دسم جدا، مقرمشة من بره وبادجي كده وطرية وفيها مدغة كده من جوه. هنعمل كيكة البراونيز. البراونيز ده يا جماعة له أكتر من طريقة، في طريقة دسمة بالشوكولاتة والزبدة وفي طريقة بالكاكاو والزيت. النهاردة هعمل معاكم الطريقة الدسمة. شايفين؟ انا مش عايزه اصدمكم، القطعه اللي قدامكم المربع ده بنتي بتجيبه ورايحه وهي جايه، القطعه تقريبا ب 8 ل 10 جنيه. انا هعمل صينيه 20 في 30 هتعمل لي 15 قطعه من الحجم ده، وطبعا مش بالطعامه ولا الجمال ده. ان يكون الوش مقرمش بالشكل ده وان الشوكولاته دايبه كده في المكونات من جوه وباينه في الطعم، ده من علامات نجاح البراونيز. طب ما يلا نصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي على طول. وزي ما قلت لكم النهارده هنعمل البراونيز بالطريقه الدسمه، يعني بالشوكولاته وبالزبده. انا هنا معايا حوالي 300 جرام شوكولاته دارك، كانت قطعه واحده بالسكينه كده، بحاول اكسرها على قد ما اقدر علشان تدوب معايا على النار بسرعه. لو انت عندك ميزان هتوزني 300 جرام، ما عندكيش وانت بتشتريها من الراجل قولي له وزن لي 300 جرام. ولو اصلا مش عايزه تكسريها ممكن تجيبي الشوكولاته الشيبس اللي هي متكسره جاهزه. ومعايا كمان حوالي 180 جرام زبده، يعني انت لو معاكي قالب خدي ربع وشيلوا منه حته، انا عايزه 180 جرام، يبقى كده معايا الشوكولاته وادي الزبده. واول حاجه هعملها هاخد الشوكولاته والزبده على حمام ميه، حله فيها ميه احط عليها طبق وانزل كده بالشوكولاته والزبده وهسيبهم على النار لحد ما يسيحوا مع بعض. مش محتاجه اقلب انا ولا اعمل اي حاجه، انا هسيبهم كده على النار هم هيدوبوا مع بعض. كيك البراونيز دايما بيعملوه في صينيه مربعه مقاس 20 في 20، وعشان انا ما عنديش الصينيه دي عندي صينيه مقاس 20 في 30، فعملت المقادير مره ونص. لو انت عندك الصينيه المربعه 20 في 20 هسيب لك المقادير بتاعتها مظبوطه في صندوق الوصف، لكن هنا عشان الصينيه كبيره انا عملت المقادير مره ونص. غطيتها كده بورقه زبده ومسحت ورقة الزبدة كده بحتة من الزبدة وحطيت عليها رشة دقيق ومليت كل الأركان كده برشة الدقيق دي. شايفين ورق الزبدة طالع لبره ازاي؟ علشان أقدر أشيل الكيك من الصينية بسهولة بالشكل ده. واحنا شغالين طبعا مش هننسى الشوكولاتة والزبدة اللي على النار. شايفين اختلطوا مع بعض وبدأوا يدوبوا، اديهم بس تقليبة كده، ساعديهم على تمام عملية الذوبان. ولو عندك قهوة سريعة الذوبان يا ريتك تحطي كده معلقة صغيرة عشان تعززي الطعم. ويلا نكمل بقية المقادير. معايا هنا بقى 4 بيضات كبار أو 5 صغيرين. البيض يكون طالع بره التلاجة، وطبعا طالما في بيض يبقى أكيد في فانيليا، ويا ريت هنا تحطي فانيليا سايلة بتبقى ريحتها أقوى وواضحة كمان في الوصفة دي. شوية كده معلقة صغيرة كده مليانة فانيليا سايلة، وهحط عليهم 300 جرام سكر، حوالي كوباية ونص. يا ريت السكر اللي بتستعمليه ما يكونش خشن قوي. انا هنا استعملت سكر تموين وكان خشن قوي، طلع عيني بصراحة عبال ما داب، وبرضه في الاخر ما دابش قوي. فقلبي بقى كتير لحد ما تتأكدي ان السكر والبيض دابوا واختلطوا مع بعض تماما. تعالوا بقى نشوف الزبدة جبناها من على النار والشوكولاتة. شايفين الخليط عامل ازاي؟ الشوكولاتة دابت تماما، وحبيت كمان اضيف كده معلقة زيت ذرة علشان ازود الدسامة بتاعة الكيكة. قلبي كده، شايفين القوام كله اختلط وناعم وانسيابي ما فيهوش اي تكتلات. وبعد ما اتأكدت تماما ان السكر داب مع البيض والفانيليا انزلي بخليط الشوكولاتة والزبدة ويكون دافي، ما يتحطش سخن، يكون دافي. انزلي كده بكل كمية الشوكولاتة والزبدة، نزلي كل اللي في الطبق وقلبي بقى البيض والشوكولاتة والزبدة مع الفانيليا وتأكدي انه كله اختلط مع بعض. بس بأكد عليكي تاني لازم تتأكدي ان السكر يكون داب في البيض، علشان بصراحة فضل حتى الكيكة بعد ما خلصت كان واضح القرمشة بتاعت السكر كانت موجودة. فانتي ما تزهقيش، الاول قلبي البيض قوي والسكر لحد ما السكر يدوب، ويا ريت يكون سكر حبيباته صغيرة. وزي ما انتوا شايفين بساطة الوصفة وكلها بالمضرب السلكي ما فيهاش اي مجهود. بعد ما اتأكدت كده ان كله اختلط مع بعض هنزل بقى بالمواد الجافة. معايا 100 جرام دقيق و50 جرام كاكاو خام اسباني ومعلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر. هنخلهم على المكونات على طول، وطبعا ما ننساش ذرة الملح، ربع معلقة ملح بتظبط لي الطعم وبتظبط لي المكونات مع بعض.
قلبي برضو بالمضرب السلك لحد ما الكاكاو والدقيق يختفوا تماما، وكده وصفتنا بقت خلصت. شايفين؟ اتأكدي كده وهاتي من تحت وفوق عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات من الدقيق. وكده زي ما قلنا بالمضرب السلك ما تعبناش ولا عملنا اي مجهود. وطبعا احنا مظبطين شغلنا ومحضرين الصينيه من قبل ما نبتدي. وانزلي بقى بالخليط الجميل الرائع اللي بيلمع ده في الصينيه اللي انت دهناها بالزبده ورشها بالدقيق، ووزعي الخليط ده في الصينيه. ومع جمال الخليط ده وهو نازل بالشكل ده اقول اكاد من فرط جمالي اذوبه. الله 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 يا سلام. انزلي بكل المقدار، وزعيه كده في الصينيه وانت بتنزلي بيه. خليط انسيابي مش محتاج اي مجهود لا فرد ولا عجن، بالشكل ده. الله 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 يا سلام. يعني هتعملي صينيه براونيز في البيت وشوفي انت الفرق ما بين التكلفه لو اشتريتيها من بره والتكلفه اللي انت عملتيها في البيت. ومره تانية هعملها لكم من غير بقى شوكولاته ولا زبده ونشوف التكاليف. اخبطي بقى الصينيه مرتين 3 كده على الرخامه، وهتلاقي كده فيها فقاعات هواء. هاتي بقى عصايه الشيش طاووق وتحركي فيها علشان تتخلصي من كل الفقاعات دي. ما تسيبيش فيها فقاعات عشان انا مش عايزه الكيكه دي يكون الفتحات بتاعتها والمسام بتاعتها كبيره، انا عايزه المسام بتاعتها تكون صغيره جدا. اهم خطوه بقى التسويه. علشان تحصلي على كيكه براونيز طريه من جوه ملزقه كده من جوه فادجي وتكون هشه من بره، تدخليها على فرن 150 درجه اعلى من المتوسط شويه، وما تزيدش الحراره المده عن 20 ل 25 دقيقه. واول ما تطلع الصينيه من الفرن بختبرها كده بعصايه شيش طاووق، لازم تطلع العصايه ملزقه كده وشايله من الكيكه، ده دليل انها من جوه مويست كده طريه ورطبه من جوه. بكل سهوله هترفعي بقى ورق الزبده زي ما احنا شايفين ازاي هتطلع معاكي. هتسيبي بقى الكيكه دي مش هتيجي جنبها لحد ما تبرد تماما، واستعدي بقى عشان تاكلي احلى كيكه براونيز. شايفين هشه من بره وهنشوفها من جوه قد ايه هي طريه وفيها مدغه كده. الفادج دي يعني من جوه كده ملزقه فيها مدغه كده من جوه، وتكون مقرمشه وهشه من بره. وبعد طول انتظار وانتظرنا لما سبناها بردت تماما، سكينتك بقى المشرشره سمي الله وقطعي بقى القطع اللي انت عايزاها. صينيه 20 في 30 هتطلع لك كده 15 قطعه بحجم المربعات ده. زي ما قلت لكم المربع الواحد القطعه منه من 8 ل 10 جنيه، انت عملتي 15 قطعه. شوفي انت بقى دي لو اشتريتيها من بره هتشتريها بكام؟ هتشتري قطعه بس بكام؟ وما شاء الله مش قادره اقول لكم الكيكه وانا بقطعها ما كانتش مستحمله، هشه من بره وطريه بتلزق من جوه. من علامات ان الكيكه البراونيز ناجحه ان الوش يبقى مقرمش ويكسر كده منك بالشكل ده. شايفين الجمال؟ ايه التكلفه اللي احنا استخدمناها؟ وزي ما قلت لكم دي طريقه دسمه ممكن تكون عشان فيها شوكولاته وزبده، لكن في طريقه بالكاكاو والزيت هعملها لكم مره تانية. شايفين ما شاء الله؟ شايفين ايه الجمال وايه الريحه الجميله دي؟ ولا الحوجه ولا ان احنا نشتري الحاجه بالغالي من بره. ديكم شايفين الظروف اللي احنا فيها. وتعالوا بقى ناخد قطعه ونشوف شكلها من جوه. وهنا هنقول الله 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 يا سلام. الله على الشوكولاته اللي سايحه واللي موجوده كده في قلب الكيكه وطريه كده. شايفين شكلها؟ وكمان الوش المقشر المكسر ده اللي وجوده بالشكل ده بيدل على نجاح كيكه البراونيز. اهم حاجه عندك حاجتين يا جماعه تاكدي عليهم. اول حاجه السكر ما يكونش خشن قوي، ولو خشن تفضلي وراه لحد ما يدوب. تاني حاجه اوعي تزودي مده الخبز، لو زادت مده الخبز اكتر من 20 ل 25 دقيقه هتنشف من بره ومن جوه وتفقدي الطعم الطري الملزق الفادجي اللي بيتمضغ ده. والوش ده هو الدليل على ان كيكه البراونيز ناجحه. شايفين الجمال؟ وهنا فعلا لازم نقول تاني وتالت الله 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 يا سلام. تعالوا كده بقى ندوق ونحس بجمال الطعم المعروف بيه البراونيز. شايفين الواحد صعبان عليه بصراحة يقطم منها وياكلها. وهنا تاني هقول الله 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 يا سلام. ودي كانت وصفتنا النهاردة، أتمنى أن انتوا تجربوها. ولو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تدعموني سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.